فاكر الكابوس اللي كان بيخوفك وانت صغير؟ تخيل لو رجع تاني وبشكل ارعب بكتير. الحكايه ديت مش مجرد فيلم، ده كابوس هيطاردك لاخر ثانيه يا صديقي. وبما انك عارف ان مروان ما بيجيبش اي فيلم وخلاص، فالنهارده هتعيش حاله خاصه من الرعب والتشويق. واقسم لك النهايه غير اي نهايه. بتبدا احداث فيلمنا سنه 1988 وبيكون الجو مطر وعواصف ويوم ما طلعتلوش شمس. في الوقت ده بيلي كان بيعمل مركبه ورق لاخوه الصغير جورجي، بيكون خلصها بس فاضل تدهن بالشمع علشان ما تتبلش من الميه. فبيطلب من جورجي يجيب الشمع من القب، وجورجي لما بينزل القب والدنيا بتكون ضلمه وبيحس بحركه فبياخد الشمعه وبيخرج بسرعه شويه. وبيكون بيلي خلص المركبه وبيديها لاخوه اللي بيخرج وبيلعب بيها تحت المطر وبيكون سعيد جدا، لكن بيتخبط في حديده وما بيعرفش يلحق المركبه اللي بتقع في بلاعه الصرف. بيكون خايف من زعل بيلي وبيحاول يجيبها، لكن بيتفاجئ بواحد شبه البلياتشو لكن على مرعب قوي. بيظهر له من البلاعه وبيكون ماسك المركبه في ايده. اوبا. وبيحاول يكون لطيف وكوميدي علشان يستدرج الولد، وبيعرفه ان اسمه جاك وانهم اصبحوا اصدقاء، وبيقدم له المركبه بس انت مد ايدك يا بطل. وبمجرد ما بيمد ايده البلياتشو بياكلها وبيسحبه ناحيتها وبياكل باقيه. بيكون في ست في بلكونتها مش بتسمع صوت الصريخ، لكن لما بتخرج مره تانية بتشوف الدم اللي مغرق الشارع. بتمر سنه على الاحداث ديت وبنتعرف على مايك اللي كان شغال في مذبح مع عمه اللي كان بيعلمه يعدم الخرفان، لكن الولد ما بيعرفش يعمل كده. فبيغضب العم وبينصحه انه لو فضل متردد وجبان كده هيجيله يوم ويكون الضحيه. بعدين مايك بياخد اللحمه وبيروح يوزع الاوردرات، لكن لما بيوصل المطعم بيلمح المتنمرين اللي دايما بيضايقوه، فبيستخبى ناحيه باب المطعم الخلفي. ولما بيجي يفتح بيبتدي يتهز جامد وبتظهر منه ايدين كتير تحاول تخرج، والمكان جوه بيتحرق شويه والصوت بيقف والباب بيتفتح لوحده، وبيظهر البلياتشو المرعب بنظراته الاستفزازيه الخاليه من الحياه، وبيبتدي يقرب من مايك، لكن فجاه بيظهر المتنمرين اللي بيتريقوا عليه فبينشغل بيهم. ولما بيمشوا بيلاقي ان البلياتشو اختفى، فبيفتكر انه كان بيتخيل. في اليوم التاني بنشوف بيلي مع اصحابه في المدرسه في اخر يوم امتحانات، وبيطلب منهم يدخلوا معاه شبكه مواسير الصرف بتاعه المدينه، لانه لحد دلوقتي عنده امل ان اخوه جورجي لسه عايش. اصحابه ما بيكونوش مصدقينه، وكمان كل واحد عمل خطه للاجازه بتاعته مش عايز يبوظها، لكن بيلي بيكون مصر ان شاء الله يروح لوحده. في حته تانية بنتعرف على بيني اللي بيكون ماشي وهو خايف المتنمرين يشوفوه، وبيلاقي في وشه بفرل اللي بتقفشه بتقوله انت خايف من ايه، وبتكون متعاطفه معاه. بيكون رايح المكتبه لانه غاوي قرايه، لكن شويه بيلمح بالونه حمراء، وكل ما بيقرب بتبعد لحد ما بتسحبه القبو اللي في الارشيف. وهناك بيظهر له البلياتشو اللي عنده اكتر من وش مرعب، لدرجه ان الراس بتتخلع وبتجري ورا بيني اللي بالرغم من توتره لكنه بيسبق الرياح. اخيرا بيهرب وبيخرج، لكن بيقابل مجموعه المتنمرين بقياده السخيف هنري، ومن الباب للطاق بدون سبب بيدوروا الضرب فيه، وهنري بيخليهم يشيلوا حركته وبيبتدوا يكتبوا اسمه بالسكينه على بطنه. وبين لما بيحاول يدافع عن نفسه بيتكفي وبيقع من منحدر، لكن بيتحمل وبيقف وبيجري وسط الغابه. تفتكر المتنمرين هيسيبوه، لا 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 لا، بيكونوا وراه مش راضيين يسيبوه. في الوقت ده بيلي بيرجع البيت وباباه اكتشف انه لسه بيدور على جورجي، فبيتعصب عليه جامد وبيحذره يشيل الحاجات ديت كلها قبل ما مامته تشوفها، لان اخوه مات وهو كده بيقلب عليهم المواجع وخلاص. لكن بيلي كان لسه معتقد ان اخوه ما ماتش وانه تايه في شبكه الصرف وعايز حد ينقذه، علشان كده بيجمع اصحابه وبيقرر يدخل شبكه الصرف على امل يلاقوه. المكان بيكون ضلمه والريحه لا تطاق والاولاد بيكونوا خايفين، لكن بيلي بيتشجع، وبمجرد ما بيدخلوا بيلاقوا جزمه صاحبتهم اللي اختفت من فتره. خلال ده بيشوفوا بين متبهدل وبيحاول يستخبى من المتنمرين شويه، وبيوصل واحد من المتنمرين اسمه بيليش بيتوقع ان بين مستخبي جوه فبيدخل. في الوقت ده المجموعه بيكونوا وصلوا للصيدليه وبيجيبوا لبين الاسعافات. بنرجع لبيليش اللي بيكون اتعمق في ماسوره المجاري وماشي ورا الصوت اللي سمعه لحد ما الجو بيقلب وبيظهر له وحوش على شكل اطفال، وبتقفل معاه بالبالونه الحمراء وبيظهر له البلياتشو وبيفترسه. وبنرجع لحبايبنا اللي بيكونوا في مشكله عمالين ياخدوا حاجات كتير بعشم ومعهمش فلوس. في نفس الصيدليه بتكون بفل بتشتري البتاع ده لاول مره، بتكون محرجه حد يشوفها، لكن تقريبا المدرسه كلها بتشوفها. بتعرف بمشكلتهم وبتقرر تساعدهم وبتشغل الصيدلي لحد ما بيخرجوا. المشهد اللي بعده ليلان عامل دكتور وبيخيط لبين الجرح والباقي بيساعدوه. بعدين بيقرروا يروحوا البحيره وينطوا من مكان مرتفع، لكن ساعه التنفيذ بيتجمدوا من الخوف واعصابهم بتسيب. وفجاه بتظهر بفيرلي بتجري وبتنط، فبتكسفوا على دمهم وبينطوا هما كمان. بيقضوا وقت لطيف وبيكونوا مستمتعين لحد ما بيقلبها غم. بيحكي لهم ان مدينه ديرلي اللي بيعيشوا فيها كل فتره بيحصل فيها حوادث اختفاء جماعي، والغريب ان ده بيحصل من سنين كتير ولحد دلوقتي السكان مش عارفين السبب. ولما بيلاقيهم مش مصدقينه بياخدهم على بيته وبيثبت لهم كلامه بالادله والبراهين. واتاري الواد يا صديقي درس الموضوع بشكل عملي. الفكره ان كل الادله اللي جمعها بتجزم ان كل الشر اللي بيحصل ده بيجي من بير قديم تحت بيت ما يعرفوش مكانه. وفي اليوم ده ديرلين وهو وراجع بيعدي من عند البيت المهجور وبيبتدي يسمع اصوات
فبيرتبك وبيظهر له البلياتشو فبيقول يا فكيك وبيفضل يطارده، والمرعب انه بيكون عارف كل اسرارك وفي الاخر بيهرب منه بمعجزه، ومش واضح ان هو الوحيد المنحوس في اليوم ده. بنروح لبفلين اللي بتكون في الحمام بعيده عن باباها السكر العصبي، وبتسمع صوت جاي من ماسوره الصرف فبتقرب علشان تتاكد، وبتروح تجيب المتر علشان تقيس العمق، والصادم ان العمق كبير. الصادم اكتر ان المتر بيطلع بشعر بشري. اوبا. وبتفضل تسحب في الشعر مش عايز يخلص لحد ما بيخرج من الحوض انفجار دم بيغرق الحمام، ولما بتصرخ وباباها بيسمع الصوت وبيجي ما بيكونش شايف الدم اللي على جسمها وفي كل حته وبيفتكرها بتتخيل. بنروح كمان لبيلي اللي بيظهر له شبه على شكل اخوه وبيستدرج له القبو، وهناك بيهجم عليه وبيهرب منه على اخر لحظه. شويه والمجموعه كلها بتوصل عند بيت بفيرلي اللي اتصلت وطلبت مساعدتهم، وبيدخلوا معاها للحمام وبيكونوا شايفين كل حاجه زيها، فبتطمن انها مش مجنونه، وبيكونوا مستغربين ان الكائن المرعب لف عليهم كلهم في ليله واحده. ده لو كان شغال دليفري ما كانش قدر يعمل كل ده. وفي النهايه بيساعدوها في تنظيف الحمام وبيمشوا. بنروح لمايك المتنمرين بيقفشوه، وخلال ما بيضربوه بيشوف البلياتشو بياكل ايد ناحيه ماسوره الصرف، وبيكونوا اغبياء وهيقتلوه لولا ظهور بيلي ومجموعته، وبيقلبوها حرب حجره وبينقذوا مايك. في نفس اليوم ده بيجتمع بهم بيلي في مختبر سري، وبيكونوا يعرفوا مكان البيت اللي تحته البير اللي بيخرج منه الكائن المرعب، وده نفس البيت القديم اللي ظهر فيه الكائن لدلين. وبيعرفوا ان هو بيخرج سنه وبيختفي 27 سنه، بس السنه اللي بيخرجها بياكل فيها عدد كبير من الاطفال وبيتغذى على خوفهم. وفجاه الكائن بيخرج لهم من جهاز عرض السور وبيطاردهم، لكن لما بيفتحوا الباب بيختفي. وبالرغم من الرعب اللي لسه شايفينه بيقرر بيلي يتحرك على البيت القديم ويدور على اخوه لوحده. الواد اتجنن، لكن لما بيوصل بيلاقوهم اتغلبوا على خوفهم وجايين يساعدوه. بيجهزوا اسلحتهم وبيدخلوا الهلوس في كل حته والمكان مهجور. شويه وبيسمعوا واحده ست بتطلب المساعده في الدور التاني، ولما بيطلعوا بيتفاجئوا ان صاحبتهم اللي اختفت من فتره، لكن دي كلها بتكون اشباح بيتحكم فيها الكائن اللي بيفضل يلعب باعصابهم وبيهاجمهم واحد واحد علشان الخوف يتمكن منهم، وبينجح انه يفرقهم وبيستفرد بمايك. لكن قبل ما يفترسوا بتوصله بفيرلي وبترشق السهم في عينه، فبيفضل راجع بظهره لحد ما بيختفي. وبيلي بيروح وراه وبيشوفه نازل البير، وبمجرد خروجهم من البيت بتوصل مامة ديلين وبتشوف ايد ابنها مزرقه فبتنفجر فيهم وبتاخده وبتمشي. بنروح للمتنمر هنري وبنعرف ان المشكله النفسيه اللي عنده بسبب باباه اللي بيعامله باسلوب صارم جدا ومكرهه في عيشته. بيشوف بالونه حمراء عند صندوق البريد، ولما بيفتح بيلاقي علبه مبعوتله فيها السكينه بتاعته اللي كانت ضايعه، والكائن بيفضل يوسوس له لحد ما بيدخل على باباه وبيقتله. وبفيرلي بتقرر تسيب البيت وتسافر لخالتها، لكن باباها بيشوفها وبيمنعها، ده كمان بيكون عايز يغتصبها فبتضربه ضربه قاتله وبتهرب. وبيلي لما بيروح لها بيلاقي جثه الاب لوحده في البيت، وعلى الحيطه الكائن بيكون كاتب له لو ساعدتها هتموت. لكن بيجمع اصدقائه وبيطلعوا على البيت المهجور علشان يساعدوها، وبيوصلوا للنفق وبيبداوا ينزلوا واحد ورا التاني، وبيدخلوا كهف تحت البير. الكائن كان بيحاول يسيطر على بفيرلي علشان يخليها تخاف ويقتلها، والبنت لسه صامده لحد دلوقتي. المجموعه بتنزل كلها وبيجي الدور على مايك، وقبل ما بينزل بيظهر له هنري وبيستفرد بيه وعايز يقتله، لكن في النهايه مايك بيقف وبيحدفه فبيقع في ظلمات البير. وفي الوقت ده بيلي بيظهر له اخوه جورجي، فبيروح وراه في طريقه بيقابل بفيرلي، لكن بيسيبها وبيركز مع اخوه، وباقي المجموعه بتيجي وبتنقذها. بيلي بقى بيفضل ورا اخوه، بيدخلوا في مجادله وبيفهم منها بيلي ان ده مش اخوه، وبيوجع عليه المسدس وبيضرب علشان نكتشف انها كانت حيله من المخلوق اللي بيخرج مخالبه وبيكون هيتغلب عليهم، لكن بيكتشفوا انه بيتغذى على الخوف فبيقرروا انهم مش هيخافوا منه تاني. لحظتها ابتدى المخلوق يكش ويضعف، وبيتلموا حوالينه وما بيكونش ملاحق تجيله منين ولا منين، لحد ما بينجحوا فبيقتلوه. لحظتها بس بيتفك السحر وجثث الاطفال اللي بتطفو كلها بتنزل على الارض، وبيلي بيلاقي قميص جورجي فبيحضنه وبيكون يتاكد انه مات. في المشهد الاخير بيجتمعوا عند البحيره وبيكونوا متاكدين ان المخلوق ده هيظهر تاني بعد 27 سنه، فبيعملوا عهد الدم وبيتفقوا لو ظهر تاني هيحاربوه سوا. وبكده يكون خلص احداث الجزء الاول اللي احنا لخصناه على السريع، والجزء التاني بقى براحتنا فيه. استعد بقى علشان الجزء التاني فيه كميه متعه مش طبيعيه. بيبدا الجزء التاني بعد 27 سنه من احداث الجزء الاول بالتمام. في الوقت ده بنشوف شابين اغراب في الملاهي بيستمتعوا بوقتهم، شكلهم لا مؤاخذه كده عاطفيين زياده عن اللزوم، والكلام ده ما بيعجبش واحد من المنطقه وبيجر شكلهم شويه وبيجيب بلطجيه وبيقعدوا يتربصوا لهم، وبيفضلوا مراقبينهم وماشيين وراهم لحد ما بيبعدوا عن الناس، وبعد ما بيخرجوا لهم وبيعتدوا عليهم جامد، وبعد ما بينفضوهم بيرموا واحد في البحيره فبيتحمل صاحبه وبيروح علشان ينقذه، لكن بتكون المفاجاه وبيظهر الكائن المرعب اللي بيكون شبه البلياتشو، وبيكون فات ال 27 سنه وحان موعد خروجه، وبيبدا ياكل الشاب البريء وبيستمتع باول وجبه ليه من سنين. صحاب الشاب وقتها بيتسمروا مكانهم وما بيعرفوش ينقذوه،
يعملوا هتعملوا ايه يعني يا غلبانين. بينتقل بينا المشهد لابطال الجزء الاول دلوقتي كبروا والعين عليهم بارده عايشين في رفاهيه يا صديقي، وكلهم سابوا المدينه وبيعيشوا في مدينه اكبر الا صديقهم مايك اللي لسه في المدينه ما سابهاش. مايك لما بيسمع عن اللي حصل مع الشابين دول بيروح لمكان الحادثه وبيستفسر اكتر. خلال ده بيشوف البالونه الحمراء طايره في السماء فبيتاكد ان المخلوق المرعب خرج لان ديت العلامه بتاعته، وعلى طول بيرجع للبيت وبيخرج النوتة القديمه وبيبتدي يتصل بباقي الشله اصحابه اللي اقسموا معاه قسم الدم على انهم يواجهوا المخلوق المظلم ده وقت ظهوره وينقذوا الابرياء. اول واحد بيكلمه هو بيلي اللي حاليا اصبح من اهم كتاب السيناريو ومتجوز برضه باشهر ممثله في امريكا. تاني واحد بيكلمه بيكون ديلين وده اصبح رجل اعمال كبير لكنه موسوس زي والدته، وبسبب مكالمه مايك دماغه بتتقلب وبيلبس في شجره. وريتشي لما بتجيله المكالمه حرفيا بيرجع وبيحس ان المره دي هتكون نهايتهم. بعدين بيتصل ببيني اللي بيكون خس وشكله اتغير وبقى عنده شركه عقارات كبيره. واخر واحد بيكلمه مايك هو ستانلين اجبن واحد فيهم. وللعلم يا صديقي المجموعه ما كانوش فاكرين اي حاجه عن البلياتشو المرعب زي ما تكون عندهم الذاكره اتمسحت. كل اللي فاكرينه ان مايك صديقهم ومايك كان بيفكرهم بالقسم عن طريق الجروح اللي معلمه في ايديهم. شفتوا بقى كنتوا هتنسوني اهم عضو في الفريق بفيرلي اللي في الوقت ده كانت اتجوزت لكن الظاهر ان لسه حظها وحش في الرجاله. جوزها بيكون عنيف زي باباها ولما بيعرف انها راجعه لمدينتها كام يوم بيرفض وبيعتدي عليها فبتضربه وبتخرج واخده القرار انها تنفصل عنه. في اليوم التاني كلهم بيوصلوا وبيقابلوا مايك في الكافيه وما بيكونوش مصدقين انهم اتقابلوا بعد الفتره ديت كلها ولا مصدقين ان مايك خس بالشكل ده. لكن الغريب انهم ما بيكونوش فاكرين اي حاجه عن الكائن المرعب ده. فبيوضح مايك ان ديت حاجه طبيعيه انهم نسيوا ده فعل السحر لانهم عايشين في مكان بعيد. انما مايك ما نسيش اي حاجه لانه ما سابش المدينه من وقتها وبيبتدي يفكروا زي ما تكون رجعت لهم الذاكره وبيفتكروا كل حاجه وبيعرفهم ان الكائن ظاهر من جديد. وبيكونوا قلقانين على ستانلين اللي لسه ما جاش فبتقول لهم بفيرلي انها حلمت انه انتحر. فبيتصلوا على رقم بيته ومراته بترد وهي بتبكي وبتعرفهم انه انتحر في البانيو. الخبر بيكون صادم للمجموعه كلها وبيقرروا يطلعوا على الفندق يلموا هدومهم ويسافروا وينجوا بحياتهم. ما بيفضلش مع مايك الا بيلي وبيحاول يفهم منه اكتر. وبنعرف ان مايك خلال الفتره اللي فاتت كلها كان بيبحث ورا موضوع الكائن الغريب ده وقدر يوصل لطرق تخلصهم منه تماما. بنروح لمستشفى امراض عقليه علشان نكتشف ان المتنمر هنري طول الفتره اللي فاتت كان محجوز هناك. وفي اليوم ده بيلمح البالونه الحمراء فبيستبشر وبيكون سعيد لحد ما بيدخل اوضته وبيلاقي البالونه تحت السرير فبيشيلها وبيلاقي وراها شبح زميله بليش بيديله السكينه بتاعته. بليش ده اللي قتله الكائن في ماسوره الصرف في الجزء الاولاني. هنري بالسكينه ديت بيعمل مذبحه وبيقتل طاقم التمريض كله. بعدين بيهرب في العربيه مع بليش اللي بيكون مستنيه. في حته تانية بفيرلي وبين كانوا في الفندق والكلام بيجيب بعضه وبيعرف منها انها بقالها فتره كل يوم بتحلم بكوابيس وفي الكوابيس ديت بتشوف طرق موت كل واحد فيهم. والسبب اللي بيخليها هي الوحيده اللي بتشوف الاحلام دي هو تاثير الضوء بتاع الكائن لما خلاها تطفو في الجزء الاولاني. وبما ان حلمها اتحقق مع واحد فاكيد هيتحقق معاهم لكن ما بتكونش فاهمه يتصرفوا ازاي علشان يمنعوا المصير ده. يعني يستنوا ويواجهوا الكائن ولا يهربوا ويبعدوا على قد ما يقدروا. بنرجع لمايك اللي بياخد بيلي معاه البيت بيعرض عليه كل الادله اللي جمعها. وبنعرف ان اول ظهور للمهرج كان مع السكان الاصليين اللي قدروا بعد صراع طويل وباستخدام السحر يتغلبوا عليه وحبسوه في باظه عليها تعويذه. وبيشرب بيلي عقار بيخليه يشوف الكلام ده كله صوت وصوره. اوبا دلوقتي الطريقه الوحيده للقضاء على المخلوق ده هما انهم ما يتفرقوش ويتحدوا علشان يرجعوا له الباظه اللي هرب منها. وبالرغم انهم رفضوا يسمعوا المايك مايك بيكون متاكد ان لو بيلي كلمهم هيعرف يقنعهم. وبالفعل مايك بيروح لهم الفندق وبيتكلم معاهم وبيقول لهم ان الكائن عايز يتفرقوا علشان يستفرد بهم واحد ورا التاني. وبيأكد لهم ان طول ما هما متحدين هيقدروا ينتصروا عليه زي ما عملوها وهم صغيرين. وبيوضح ان ستانلي انتحر علشان جبان مش علشان الكائن قتله. وبالفعل بيقتنعوا وبيتحركوا على الاماكن اللي كانوا بيتقابلوا فيها في الغابه علشان يفتكروا كل حاجه. وبفرلي بتقرر تروح لبيتها القديم اللي عاشت فيه مع باباها علشان تجيب ورق ورسائل ليها ذكريات معاه. والغريب ان بيكون في ست عجوزه ساكنه في الشقه والاغرب انها بتتعرف على بفلي وبتصر انها تدخل تشرب حاجه. وبالفعل بتدخل لكن ما بيفوتش كتير وبتكون الصدمه ان العجوزه ديت ما هي الا البلياتشو المتنكر وهو بيلعب باعصابها. وبعدين بيفضل يطاردها في الشقه لحد ما بتهرب وبتخرج من البيت علشان تكتشف انه مهجور وكل ده كان وهم. في الوقت ده زميلهم ريتشي كان بيتجول في المكان اللي كان بيلعب فيه وهو صغير وعينه بتيجي على التمثال اللي كان دايما بيخاف منه وهو صغير. وفجاه بيلاقي البلياتشو قاعد له على التمثال وبيقول له ان هو يعرف كل ذكرياتهم وافكارهم. وفجاه التمثال الضخم ده بيتحرك وبيطارده في الحديقه وبيقدر يفلت منه بصعوبه. بنرجع لبيلي اللي كان بيتجول في المدينه وبالصدفه بيلاقي العجله القديمه بتاعته معروضه للبيع فبيفرح وبيدخل يشتريها.
وصاحب المحل بيتعرف عليه لانه قرا كل كتبه ومعجب بموهبته، لكن ده ما يمنعش انه يستغل الموقف ويطلب مبلغ كبير مقابل العجله. وبيتحرك بيلي بالعجله مش مصدق كم السعاده اللي هو فيها، وهو بيسترجع ذكريات الطفوله. وبيوصل للبيت اللي اتربى فيه. بعدين بيقرر انه يروح عند بلاعه الصرف اللي اختفى عندها اخوه وهو صغير على امل يلاقي حاجه، اللي هو جورج يا صديقي. ولما بيوصل بيقعد يصرخ في الفتحه وينادي على اخوه اللي بالفعل بيظهر له من الفتحه وفي ايده المركبه الورق، وبيفضل يثبت له في الكلام لحد ما بيقرب منه. وبعدين بيتحول للبلياتشو وبيكلبش في بيلي علشان يسحبه لجوه، لكن بيلي بيقدر انه يفلت منه. وبيلاقي في وشه طفل بيساله هو انت بتسمع اصوات من فتحه الصرف، علشان يكتشف ان الطفل ده بيسمع اصوات من جوه حمام بيتهم. فبيعرف على طول ان الطفل البريء ده في قائمه المهرج، وبيفكروا باخوه جورجي علشان كده بيفضل يحذره ان حياته في خطر، وبينصحه يبعد عن المدينه على قد ما يقدر. وبيكون متعصب وصوته عالي لدرجه ان الطفل بيخاف منه وبيمشي وبيعرف ان هو رايح الملاهي. بين كمان مش بيستسلم، وخلال وجوده في المكتبه بتحصل معاه مواقف تقطع الخلف يا صديقي. حتى دليان لما بيروح الصيدليه يجيب لنفسه ادويه، رجله بتاخده لحد القبو اللي حصل فيه موقف مرعب وهو صغير. ظهر له اشباح منهم واحد على شكل والدته علشان يستدرجه، لكن يتمكن من الهرب. خلال ذكرياته ديت بيظهر له الكائن من جديد علشان يكمل اللي ما كملهوش من سنين كتير، لكنه برضه بيراوغ وبيهرب. بيلي بيلاقي رساله سايبها له الكائن بيقول له حتى لو حاولت تنقذه مش هتقدر. وبيفهم ان الكلام ده على الطفل اللي قبله من شويه، وبيكون عارف ان هو راح الملاهي فبيروح وراه. بالفعل بيلاقيه في متاهه المرايه، لكنها متاهه بقى ومش بيعرف يوصل له قبل البلياتشو اللي بيفترسه وبيتلذذ فيه قدام بيلي. بنرجع لمايك اللي بيكون في المكتبه بيبحث في جرائم الاختفاء بسبب الكائن. بيتفاجئ بهنري بيهجم عليه مره واحده بالسكينه، وبيقدر انه يصمت قدامه لكنه بيتعور في رجله. في الوقت ده بيوصل ديتش وبيتعاونوا معاه وبيقدروا يقتلوه. بعدها بيجي اتصال من بيلي اللي بيكون مقهور انه فشل في انقاذ الطفل، وبيقول انه هيروح البيت المهجور وهيواجه الكائن لوحده علشان اللي حصل للطفل ده ما يتكررش تاني. فبيلحقوه على البيت المهجور وبيدخلوا سوا، وهناك بتحصل معاهم مزاولات كتير، زي ان بين بيلاقي جروح بتظهر في بطنه لوحده في انعكاس المرايه. البلياتشو ماسك السكينه وشغال، ما بيلحقش يستوعب، وبيظهر له صديقه ستانلي اللي انتحر راسه بتتخلع وبيطلع له رجلين زي العنكبوت وبيهاجمه، لكن بيخلص منه وبيتحرك ناحيه البير اللي المخلوق بيخرج منه. بينزل البير وبيوصل للكهف. البلياتشو كبير قوي من ملايين السنين، ومحدش في المدينه يعرف ان الكهف ده موجود اساسا. وعلى طول بيبتدوا في الطقوس اللي كانوا بيعملوها السكان الاصليين علشان يتخلصوا من الكائن، وبيحطوا البازه في نص الكهف وبيولعوا جواها النار. دي ما بقتش بازه، ديت بقت منقد يا صديقي. المهم ان مايك بيطلب ان كل واحد يرمي في النار ديت حاجه عزيزه عليه. اول واحد بيبتدي مايك انه بيرمي مركبه اخوه جورجي، وبعدين الباقيين كل واحد فيهم بيرمي اغلى حاجه عنده. بعدين بيمسكوا ايد بعض في دايره، ومايك بيعرفهم التعويذه اللي هتتقال فبيبداوا يقرروها. وفجاه بيظهر النور اللي بيدي الطاقه للمخلوق وبيقرب واحده واحده بيدخل في البازه، ومايك بيحاول يقفل عليه، لكن بيخرج على شكل البالونه بتفضل تكبر وتكبر وبتبقى عملاقه. بعدين بيخرج منها الكائن لكن بحجم الجامبو، وبيعرفهم ان الطقوس اللي بيعملوها مش صحيحه، ومايك كذب عليهم وخبى عنهم ان السكان الاصليين اللي عملوها قبل كده فشلوا وقتلهم كلهم. اوبا. مايك بيعتذر انه كذب وبيبرر انه عمل كده علشان يتحدوه ويخلصوا من الكائن. وبعدين بيبتدي الهجوم وبيكون شرس، علشان كده كل واحد فيهم بيحاول يهرب وينط في الميه، ولما بيطلع بيلاقي نفسه بأبو بيته القديم واخوه جورج قدامه، وكل واحد بيروح على اكتر مكان ليه ذكريات سيئه معاه. بنرجع لمايك اللي بيشوف نفسه وهو صغير وبيتكلم مع جورجي، وجورجي بيكون زعلان منه وبيشيله ذنب موته لانه مرضيش يخرج يلعب معاه في اليوم ده بحجه انه تعبان، لكن الحقيقه انه ما كانش تعبان ولا حاجه وكان بيتحجج. وفي النهايه مايك بيكون عارف ان اللي حواليه دولت شياطين فبيقتلهم. وفي حته تانيه بفيل بتكون محبوسه في الحمام وجنبها محبوس بين. فجاه بتظهر لهم واحده شكلها مرعب، والحمام بيبتدي يتملي دم، وبين كمان المكان اللي فيه بيبتدي يتملي رمله وهيموت هو كمان. لكن اللي بيكون فارق معاه انه يطمن على بفيل وبيفضل ينادي عليها، وبيحس انه خلاص هيموتوا فبيصارحها بحبه. وفي اخر لحظه بفيل بتكسر الباب وبتمد ايديها وبتنقذه. وعلى هذا الحال مسحولين مع الكائن المرعب ده اللي اصبح اضخم واقوى بكتير، ولحد دلوقتي قتل صديقهم دلين ولسه الدور عليهم. وفي النهايه بيستنتجوا ان هم لازم يرجعوه لحجمه الطبيعي علشان يهزموه، وبيبتدوا يقنعوا نفسهم ان هو صغر وضعف، وابتدوا كمان يشتموه بالجبان والضعيف والنكره. وكل لما يشتموه بيقل حجمه اكتر، وحجمه بيقل لحد ما بيكش وبيرجع طفل صغير. فبيقرب منه مايك وبيحط ايده وبيخرج قلبه، وبيشاركوا كلهم وبيفعصوا قلبه ده علشان يتخلصوا منه للابد. وفي المشهد الاخير بيرجعوا تاني عند البحيره وبياخدوا غطس وبيفتكروا ذكرياتهم الطفوليه يا صديقي. واللي الامانه يا صديقي في مشهد تاني بنشوف فيه بفريلي اللي اتجوزت بين بعد ما عرفت ان
مفيش حد في الدنيا يحبها قده، وبكده تكون رفعت الجلسة. بتحب الاكشن هتلاقي، بتحب التشويق والغموض موجود عندنا، بتحب الرومانسية برضو موجود، فاللي جاي كتير. ما تنساش اللايك المتين والشير كتير، ما تنساش انك تخش على القناة وتشوف كل اللي فات، لانك صدقني كل اللي هتشوفه فوق العظمة، وتكون على استعداد وتفعل زر الجرس وتستنى الجديد. وبس كده، سلام.